نعمل ايس كريم المانجا بكل سهولة وبمقادير سهلة وبسيطة وموجودة عندك في البيت. لو مانجاية واحدة هتعملي اكبر كمية ايس كريم بالمانجا. هاي مانجاية غسلتها كويس، هقطعها بالسكينة وانزل بيها في الخلاط مع كوباية مية واضربهم كويس. بعد كده هصفيهم واضيف لهم نص كوباية سكر، كيس كريم شانتيه، بعد لما صفيتهم كويس هنزل بيهم عصير المانجا في الخلاط مع كوباية سكر، كيس كريم شانتيه. هضربهم كويس لحد لما ياخد قوام كويس وحلو. بعد كده احطهم في علبة وفي الفريزر اسيبهم لمدة 3 ساعات لحد لما يدينا نتيجة كويسة. كمية مانجا